الفيديو اللي فات اتكلمت معاك عن ان الاستمرارية اصعب من البداية، واثناء ما كنت بفكر في الفيديو ده افتكرت حاجة. زمان كنت فاكر ان عشان التزم لازم اكون متحمس او حد يشجعني، وللامانة انا لسه شايف ان التشجيع نعمة، وكلنا من وقت للتاني بنحتاج حد يشجعنا او يقول لنا استمر. لكن هتعمل ايه لما التشجيع يختفي؟ لما محدش يبقى فاضي يشجعك، او لما انت نفسك تصحى وما يبقاش عندك اي رغبة انك تعمل اللي وراك؟ انا مريت بده وما زلت بحاول ارجع التزم زي الاول، والفترة اللي فاتت كانت دليل على كده. كان في حاجات كتير وقفتها وحاجات كتير اتأخرت فيها، لكن وانا بحاول ارجع بدأت افهم حاجة: لو كل مرة هستنى الحماس فانا هشتغل ايام واوقف ايام، لكن لو عندي نظام حتى لو بسيط كل ما هقع هعرف ارجع له. النظام مش معناه انك تشتغل 12 ساعة كل يوم، ولا انك ما تتعبش، ولا انك ما تقعش. النظام الحقيقي هو انه يبقى عندك طريق ترجع له، عارف انك كل يوم هتقرأ كام صفحة، هتتعلم قد ايه، هتتمرن امتى، ولو جت فترة صعبة يبقى النظام يسمح لك تقلل لكن ما تختفيش. ودي اكبر غلطة كنت بعملها. كنت اول ما اتعب اسيب كل حاجة وارجع ابدأ من الصفر، لكن دلوقتي بقيت مقتنع ان الافضل اني اقلل ولا اني اوقف، ولو المهام اتراكمت اخلصها واحده واحده حتى لو اخدت يومين او 3، لان الهدف مش اني اعمل اكبر مجهود النهارده، الهدف اني افضل موجود بعد شهر وبعد سنه. انا مش بصور الفيديو ده واقول لك اني وصلت، بالعكس انا بصور وانا بحاول ارجع وبشاركك الحاجه اللي بدات اتعلمها في الطريق. يمكن بكره اقع تاني، لكن المره دي هيبقى عندي نظام ارجع له، مش مجرد حماس مستنيه يجي. وافتكر دايما ان القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والرحله لسه في اولها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.